السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طيب خلاص الديدلاين خلاص قرب، فانا جاي النهارده اجيب لك خلاصه الفانتازي. انا جاي اقول لك على شويه حاجات ممكن انت تكون ما سمعتش عنهم او سمعت عنهم، فانا بفهمهم لك بشكل اكتر عشان تقدر تستفيد بيهم الموسم ده. اول حاجه، انت كان بتبدا الموسم في الفانتازي بتاعك بعد ما تعمل التشكيله بتاعتك بيتضاف لك اربع خيارات زي البنش بوست، الفري هيت، الوايلد كارد، التريبل كابتن. الاربع حاجات دول كانوا بيبقوا مره واحده في الموسم باستثناء الوايلد كارد، كانت بتبقى مره في اول الموسم ومره في نص الموسم الثاني. الموسم ده يا معلم قال لك لا، انا هدي لك كل حاجه مرتين. التريبل كابتن مرتين، البنش بوست مرتين، الفري هيت مرتين، طبعا الوايلد كارد كده كده ثابته مرتين. طيب، بس قال لك بقى الشرط بتاعي ان انت ما ينفعش تاجل لي كل السته دول، مثلا الست خواص دول تاجلهم لي لحد اخر الموسم، لا. انت اول 19 جوله في الموسم ليك الثلاث حاجات دول زائد الوايلد كارد. تاني 19 جوله في الموسم ليك برضو نفس الثلاث خواص مع الوايلد كارد. فانت لما مثلا ما تستسكاش عليهم بقى وتروح توفر الفري هيت او التريبل كابتن لحد الموسم النص الثاني من الموسم، لا يا معلم، لازم تستفيد بيها في اول 19 جوله. طيب دي كانت نقطه، فكده انت كل حاجه عندك منها اتنين. طيب خاصيه الكابتن اللي اتفعلت الموسم اللي فات لغوها من الفانتزي لانه لقوا ان الموضوع مش جايب مع الناس يعني، او الموضوع ما كانش منتج او مثمر معاهم يعني. فلغوا حته ان الكابتن اللي كنت بتجيبه 3 جولات ده وتشتريه ولو كسب بياخد 6 بونت وما اعرفش والجو ده كله، هم لغوا كل القصه دي. طيب الجديد كمان ان حتى ان الاول كان اللاعيبه اللي هي بتلعب مركز 6 زي ديكلان رايس او جرافنبرخ في ليفربول او مثلا رودري في مانشستر سيتي، اللعيبه دي ما كانش بيبقى عليها الطلب ليه؟ لان او برونجي في نيوكاسل، اللعيبه دي ما كانش عليها الطلب ليه يا معلم؟ عشان ما بتساهمش كتير، ما عندهاش مساهمات في الاهداف، وفي نفس الوقت ما بياخدش كلين شيت زي المدافعين، فكان الطلب عليها قليل جدا ويكاد نسبه الشراء بتاعتهم معدومه. فهو قال لك لا، انا اللاعب اللي هيعمل عندي 10 تدخلات صحيحه هياخد 2 بونص. 2 بونت مش 2 بونص، لا 2 بونت. فده هيخليه مثلا اخر الماتش لو مثلا الفرقه بتاعته جابت كلين شيت وهو لاعب نص ملعب، هياخد النقطتين بتوع المشاركه ونقطه للكلين شيت وزائد النقطتين بتوع التدخلات الصحيحه. فده رقم 5، ده هيبقى رقم كويس جدا ان هو يجيب لك 5 بونت. اذا كان بقى كمان ساهم باسيست او بهدف، فانت كده بتتكلم في 11 بونت او 12 بونت. فدي حاجه كبيره فشخ على لاعب بيرجع بيلعب مركز 6. دي حاجه ما كناش بنستناها خالص، احنا كان اخرنا مركز 6 ده بنجيبه نكمل بيه التشكيله عشان مش معانا فلوس، فكان بيجي يعني يوم ما بيتمعظم قوي بيجيب لك 3 بونت، ولو جاب جون بقى ولا حاجه فدي بتبقى حاجات حلويات، حلاوه روح يعني زي ما بيقولوا. لكن الموسم ده قال لك لا، الناس دي عليها الطلب. لو عمل 10 تدخلات صحيحه، كمان الكره الطوليه اللي هيلعبها هيبقى عليها بونص وهترفع معاه في البونص. فبصراحه الفانتزي الموسم ده هم قدموا شويه حاجات حلوه، خلوا اللعيبه كلها عليها الطلب، خليك تطمع انك تجيب لعيبه اكتر. بس طبعا باستثناء سعر هالاند وصلاح، تحط الناس كلها في حيره ما تعرفش اذا كنت هتجيب هالاند او صلاح، بس سواء ده او ده، فان شاء الله يكون موسم حلو.